لا تعاتب أحدا على قلة الاهتمام. الاهتمام لا يطلب، فهو يمنح من القلب فيعطيك قيمة، ويفقد قيمته إذا ما طلب. لا تصدق أن أحدهم قد تشغله الأيام والساعات عن منحك ذاك الاهتمام الذي ترجو. فمن يهتم لأمرك سيخلق لك الوقت في زحام اليوم، ويقتطع لك ولو دقائق من فوضى الساعات. سيشعرك بقربه مهما ابتعد، وبحضوره وإن خلا مكانه. الاهتمام حين يطلب يبهت لونه، يضيع عبيره، ويفقد دفئه ولذته. سيأتيك على طبق من البرود دون لون أو طعم أو رائحة، كمن يقدم واجبا ثقيلا، كمن يجاملك رغما عنه، ويقدم لك ما طلبت ظاهرا دون قيمة حقيقية تشعر بها. الاهتمام ينبع من القلب ليشعرك بقيمتك عند الآخر، تشعر معه بأهميتك وكيانك وحجم الحيز الذي تحتله في حياته. فإن لم يصلك بسخاء حتى وأنت توصد بابك، إياك أن تطرق بابه، فإن طرقت باب الاهتمام بات فارغا وضاعت قيمته. اي والله ورداتي، لم يعد الاهتمام منبع الحب، بالعكس صار بسبب المصالح. وش وقت ما خلصت مصلحتي من يمك أو من يمك، خلص اتبخر الاهتمام، وصارت الاتصالات غير مسموعة ورسائلك غير مقرية، وحتى وجودك صار إزعاج. ورداتي حبيبات قلبي، انتو شنو رأيكم؟ كتبوا لي بالتعليقات، وخلونا نبدي بالصلاة على محمد وآل محمد، ونزيد النبي صلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. شلونكم حبيبات قلبي؟ مشتاقة لكم كلش هواي، وحبيت أنزلكم فيديونا لليوم. أكيد هذا من العشاء، يعني حبيت أصور لكم شلون أسوي، يعني أطبخ الفشة مثل ما شفتوا بداية الفيديو. كل الزين أغسله غسلة تمام التمام. من بعدها مثل ما شفتوا خليت البهارات وبصل وورق غار، وخليته ياخذ له غلوة غلوتين، وغيرت مية وغسلته كل الزين. وبعدين خليت له مي مرة ثانية لحد ما حسيته استوى. بعدين بعدها مثل ما شفتوا حمست الفشة يعني البصل، بس ما خليت له بعد أي بهارات، بس بالبداية خليت له شوية كركم وخليت له كاري حتى لا يبقى بيه أي ريحة زفر أو شيء. وحبيبات قلبي تمنيته قدامكم. حبيباتي ما أقصد يعني أصوروا يعني تشوفون، لا، تمنيته قدامكم كون تاكلون وياي، وسهمكم مليون عافية. أكيد يعني صار الليل وصارت هيك يعني بالأربعة، سويت إلي سحور وتسحرت جبن عرب مثل ما تشوفون، بس طلع حلو حرامات، يعني ما بي أي ملوحة. وشاي أكيد وياه وخبز، وسهمكم العافية حبيبات قلبي. حبيباتي أنا حابة إن شاء الله أنزلكم فيديوهات حلوة إن شاء الله، بتحضيرات وترتيبات، يعني عندنا تنظيفات بعد إن شاء الله لاستقبال الشهر الكريم. اللهم ربي بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، بحق محمد وآل محمد. وإذا تردون أنزل لكم مشتريات يعني شغلات رمضان إن شاء الله، كتبوا لي بالتعليقات. وأكيد هنا مشاركتكم الطبخ، طبخ التشريب عن الدجاج، لا لأنه كل هواي نزلته بالقناة، بس لما صبيت لنفسي يعني أول شي صبيت لهم، لأنه ما انتظروني قبلي بنص ساعة هم أكلوا، فصبيت لهم. ومن بعدها وقت يعني فطور من أذن أني فطرت. حبيبات قلبي أحب أشكركم وأقول لكم ربي لا يحرمني منكم ويديمكم نعمة بحياتي، وشكرا على التعليقات الحلوة، وربي يعطيكم الصحة والعافية ولا يحرمني منكم. وإذا وصلتوا لهنا خلوا لي اللايك، لا تنسون اللايك حبايب قلبي، لأن اللايك يفيدني ويساعد الفيديو.
مثل ما تشوفون حبايبي هذا كان فطوري. سهمكم مليون ألف عافية. طبعا ورداتي هذا التمن اللي تشوفوه طابخته قدامكم، هذا مسويته مطبق، يعني مطبقته مو بزل، وخابطه وياه بسمتي، لانه مثل ما تعرفون ديطونه بالحصه ما شاء الله كلش هواي تمن. وصرت يعني ما ابيعه، لانه حتى لو ابيعه ما يسوي شيء، يعني كلش رخيص ياخذوه. فهم يفيدي ما دام احنا هنا العائله كلش هواي تحب التمن، ودائما اطبخ تمن اني بالبيت. قمت اخبط يعني مثلا قلاص بسمتي وقلاص تمن مال حصان. والف الحمد لله والشكر على النعمه. ربي يزيدها ويديمها علينا ويحفظها من الزوال. اللهم ربي يرزق كل فقير ويقضي دين كل مدين، ويرزق الذريه الصالحه لكل محروم، بحق نبينا محمد وآل محمد. وحبايب قلبي مثل ما تشوفون هنا كان جايب لي مسواق ابو علي، والله ما قدرت اروح الايام، ما دا اقدر اروح للسوق لان كلش تعبانه. ان شاء الله بالايام القادمه راح اروح واصور لكم همين. ومثل ما تشوفون اكيد من بعد ما يعني خلصت الفطور شوي ارتاحت، عزلت المسواق اللي جابه، وعلى قعدتي قالوا لي نريد برتقال، قلت لهم حضروا لي صينيه وطوني سكينه حتى احضر لكم، اني ما اخلي لكم ما اقشر لكم برتقال، لانه ما قدرت كلش كنت تعبانه يعني من الصيام. واكيد قشرت البرتقال وخليته قدامهم، و7 عوافي على قلبهم، وسهمكم العافيه. اكيد اني هم اكلت وياهم. طبعا اني على واهس يعني العائله اكل فواكه، نهائيا ما اكل الفواكه. وهنا اكيد من بعد ما يعني تم النسف حبايبي هنا همين ادي الشعريتين معوزه، وهذا الاسفنج دائما اني احتاجه بالبيت. ورداتي لهنا وصلت وياكم من نهايه الفيديو، اقول لكم مع الف الف سلامه، باي باي.